عسلامتكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير. شنيا أحوالكم؟ اليوم رجعت لكم بحاجة خفيفة، ساندويتشات يجيو خفاف على الآخر، بات ناجحة وبنينة. وتنجموا زادا تعملوا بها برشا حاجات أخرين. إن شاء الله تو نشاركها معاكم شنوا نعمل بها نفس البات. كيما تشوفوا بحشوة ياسر خفيفة وبنينة. ما نطولش عليكم، نتعداو نحضروا مع بعض. في كاس حطيت 200 مليلتر حليب يكون دافي، مغرفة كبيرة خميرة خبز فورية، مغرفة كبيرة سكر، وباش نشوف الخميرة متاعي مازالت باهية ولا. تنجموا تستغناو عليها المرحلة هذه جست باش تتأكدوا الخميرة متاعكم باهية. كانت تفاعلت سينو كان ما تفاعلتش وما عملتش هكا الرغوة، راهي معناها ما عادش صالحة للاستعمال وتبدلوها وهكاكا ما تخسروش العجينة الكل. توا ناخذ صحفة واسعة شوية نحط فيها كاس فرينة. الفرينة باش نستعمل كاس ونص في المجمل. حطيت لهنا الكاس الأولاني حطيته في الصحفة هذيكا من الأول، وتوا باش نزيد عليها مغرفة صغيرة ملح، ونزيد قرابة 5 مغارف زيت نباتي ولا زيت زيتونة وإلا 50 جرام زبدة. ولهنا باش نزيد الخميرة متاعي بعد ما تفاعلت ونخلط الخليط متاعي بالكدا ونزيد نص كاس فرينة كيما قلت لكم من الأول. معناها نلمو العجينة متاعنا وين تستحق نزيدوها شوية فرينة. بعد ما نزيد نص كاس فرينة توا باش نعجنها بالكدا بالكدا على الرخامة، ومن بعد نخليها تخمر مدة ساعة وإلا حسب الطقس متاعكم حتى اللي يضاعف حجمها. وهذايا قوام العجينة متماسكة وطرية. توا باش ندهن شوية الصحفة وباش نرجعها ونغطيها بالبلاستيك ومنديلة حتى اللي تخمر بالكدا ونتعداو نحضروا الحشو. حطيت في قلاية 3 مغارف زيت. توا باش نزيد عليها راس بصل مقصوص، نقليه شوية باش نزيد عليه شوية دجاج مفروم حكاية 350 جرام استعمل. سينو زادا تنجمو تستعملو ظروف دجاج صغار تقصوهم. وتوا باش نفوحهم نص مغرفة كبيرة فلفل شايح، نص مغرفة كبيرة كركم، نص مغرفة كبيرة فلفل فلفل زينة مش حار. ما نحبهمش يجوني حارين كيما تعرفوا على الصغار. ورشة فلفل أكحل وباش نزيد توا قيمة مغرفة كبيرة زعتر. هذايا زعتر عربي عندي، تنجمو زادا تبدلوه بالأوريجانو إذا مش متوفر الزعتر. وباش نزيد نص مغرفة كمون ونص مغرفة تابل وكروية ونحركهم مليح مليح نغطيها ونخليها حتى لين تسيب الماء متاعها من غير ما نزيد حتى نقطة ماء. وكما تشوفوا لهنا الدجاج والبصل سايبوا الماء متاعهم خليهم يطيبوا بالقدا. توا نحيت الغطاء وكل مرة نقلبهم شوية حتى يشيحك الماء ويطيب الدجاج. وكما تعرفوا الدجاج يبدا مفروم هو ديجا ما فيهوش روح فيسع فيسع ما شدوليش برشا وقت معناه. توا نتعداو نشوفوا الحاشو بعد ما حضر الدجاج باش نفرغه في صحن نخليه يبرد على جنب. وباش نستحقوا صوص بيتزا حاضر. حضرته معاكم قبل في القناة. هذايا الدجاج اللي حضرناه تو. قليت زادا قرون فلفل حارين زوز حطيت، وحطيت فلفل ألوان زادا وبطاطا مقلية وعظم مسموطة.
وتوا بعد ما خمرت العجينة متاعي باش نفرغها من الغاز ونقسمها قطع حسب الرغبة بالطبيعة. لي ساندويتش حسب الحجم اللي تحبوا تعملوه، كبيرة شوية ولا متوسطة وإلا صغيرة. وحضرت بحذايا لهنا بلاطو مدهون بالزيت باش الكعبة اللي نحضرها نحطها في البلاطو. وغطيت العجينة بالبلاستيك باش الوجه ما يبسش وتعمل قشرة من بعد وتعذبنا في التحضير. وباش ندهن الرخامة شوية بشوية زيت باش ما يلصقش العجينة. وتوا باش نبدأ نحل فيهم بالكعبورة بالكعبورة. حليت الكعبة الأولى وصك تكون جويدة بالكدا باش من بعد ما تجيكمش معجنة وما تجيش الباط خشينة برشا ما تطيبلكمش بالكدا في القلاي. توا باش نحط شوية صوص بيتزا ونحط الحشو اللي وريتهولكم، شوية دجاج، عظم، جبن وفلفل مقلي وبطاطا مقلية. وبالنسبة للحشو تنجموا تبدلوا المتوفر عندكم في الدار وإلا اللي تاكلوه ياكلوه صغاركم، معناه تنجموا تنقصوا ولا تزيدوا كيما تحبوا. والصوص والحشو بالطبيعة نحطهم في الوسط من بعد شوية على الجناب اللي باش نسكر بيه، من بعد باش تسكر لي فاسيلمون ما يخرجليش الحشو على الجناب. توا حطيت كل شيء وباش نسكرها بالطريقة هذيا كما تشوفوا في الفيديو، سكرتها من الأول هكا ومن بعد على جناب وباش ندورها حتى تلصق العجينة في أختها. حبيت ندور لكم هكا الشيرة باش تشوفوا كيفاش معناها. دورتها جوست شوية ولصقتها في الشيرة من فوق وباش نزيد ننزل عليها بيتاية بالكدا باش ما تحليش من بعد في القلاية كي نقلبها. بعد ما نسكرها مليح من الجناب توا نجبدها بالطول كيما تشوفوا هكا باش يجيني ساندويتش جويد ومزيان. وقبل ما بديت نحضر في الساندويتش حطيت القلاية تسخن توا باش نحط فيها الكعبة اللي نحضرها ونكمل كان نحضر كعبة أخرى ما بين هذيك طابت وديما نقلبها نرد بالي معناها. توا باش نحل كعبة أخرى وكالعادة نكمل الكعبات الكل بنفس الطريقة. والكعبة هذيا باش نزيدها شوية معدنوس كان تحبوا بالطبيعة. أنا الصغار ما ياكلوش المعدنوس دونك ما عملتش في الكعبة الأولى وهذه عملت فيها معناها كعبة باش نعمل فيهم وكعبات لا.
خليط ساندويتشيتي من الشيرة الأولى شوية وتوا باش نقلبو، وكل مرة نحط كعبة أخرى ونخدم كعبة بحذايا. نطيّمهم بالقدا على الشرتينة على الوجه ومن بعد على الجناب. كيما تشوفوا نطيبهم مع الشيرات الكل باش يطيبوا يتحمروا من الشيرات الكل. كيما تشوفوا لهنا كملت حضرتهم بنة البنات جربوها وتفكروني. نشوفكم إن شاء الله في وصفة أخرى متنوعة بين مالح وحلو. إذا أول مرة تشوفوا قناتي متنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم مني كل فيديو جديد.